بتبدأ الحكاية في منجم دهب، وساعتها بقى بيجي شرير اسمه تاي لونج. والشرير ده بيسرق كل الدهب اللي في المنجم، وكمان بعدها بيدمره. وقبل ما بيمشي بيقول للعمال يبلغوا مقاتل التنين، وكمان يعرفوه إنه هيروح له قريب عشان يهزمه ويسيطر على العالم. وعلى الجانب الآخر، الباندا بو مقاتل التنين كان في معركة ساعتها مع سمكة ضخمة، وفضل بو يضرب في السمكة دي كتير لحد ما عرف يهزمها. وبو أصلا كان في معركة مع السمكة دي عشان يرجع منها طفل خطفاه من المدينة. وبعد ما بو خلص المهمة رجع المدينة بتاعته تاني، وكانوا عاملين هناك احتفال كبير جدا. وده لأن الوزة بابا بو اللي رباه كان بيفتح محل نودلز جديد، وليه هو كمان كان بيحتفل معاهم. وده بقى بابا بو الحقيقي. وبعد ما خلصوا احتفال، المعلم شيفو جه واخد بو وراحوا لمركز تدريب الكونج فو. وهناك بقى شيفو قال لبو إنه لازم يختار مقاتل التنين مكانه عشان هو لازم يرتقي ويبقى الحارس الأعظم بين العالمين، عالم الأرواح وعالم الأحياء. فبو رفض وقال لشيفو إنه مش عايز يبقى حارس العالمين، وإنه لسه صغير وفي أشرار كتير عايز يهزمهم. فالمعلم شيفو رفض وقال له إن ده قرار نهائي، ولازم من بكرة يختار مقاتل تنين مكانه. وفعلا في اليوم اللي بعده عملوا احتفالات في الصين كلها، وبدأ كل مقاتل يعرض مهاراته قدام بو وشيفو عشان يختاروا واحد فيهم. بس بو بقى ما عجبوش ولا واحد منهم، وقال لشيفو إنه مش شايف إن في واحد منهم يقدر يكون مقاتل التنين. بس الحقيقة بقى بو كان بيعمل كده لأنه أصلا مش عايز يعين مقاتل تنين مكانه، وعايز يفضل هو في المكان ده. فالمعلم شيفو اتعصب على بو وقال له إنه لازم يختار مقاتل تنين في أسرع وقت، لأن اللي بيعمله ده مش هينفع. فبو قال له حاضر، وبعدها راح قعد عشان يتأمل في نفس مكان المعلم أوجواي. بس ساعتها بقى في أصوات كتير كانت في دماغ بو، صوت بيقول له يفضل مقاتل، وصوت بيقول له يعين واحد تاني، وصوت بيقول له انت كبير، وصوت بيقول له انت صغير، وحاجات تانية كتير. ولما أبوه كان بيحاول يمنع الأصوات دي كلها عشان يحاول يتأمل، شاف قدامه ثعلب داخل متحف الكونج فو. فأبوه راح له بسرعة عشان يشوف الثعلب ده عايز ايه. بس ساعتها بقى الثعلب طلع سلاح وكان عايز يتخانق مع أبوه. ولما أبوه حاول يهديه للأسف معرفش، وبدأت معركة فعلا بينهم. وانتهت المعركة دي بإن الثعلب كتف بوه وأخد العصاية بتاعته. بس طبعا بو ما يتهزمش بالسهولة دي، وقدر وقتها يفك نفسه ولحق الثعلب قبل ما يهرب. وساعتها بقى كتفه هو واخد منه العصاية تاني. ولما بو سأله هو جاي يعمل ايه هنا، الثعلب مردش عليه ولا كان بيرد على اي اسئلة بيقولها. فساعتها بقى بو طلب له الحراس وخلاهم ياخدوه عشان يسجنوه. بس في نفس الوقت ده عمال منجم الدهب وصلوا عند بو وبلغوه اللي حصل معاهم، وكمان قالوا له رسالة تاي لونج. فبو ساعتها استغرب لأن تاي لونج بو هزمه في الجزء الأول وبعته لعالم الأرواح، فازاي بقى يعرف يخرج تاني؟ وبعدها بو راح المنجم بنفسه عشان يحقق في الموضوع ده. وهناك بقى بو لقى آثار رجل تاي لونج، بس لما فضل ماشي وراها لقى إن الآثار دي بتتحول لرجلين صغيرة. فساعتها بقى بو استنتج إن أكيد الثعلب اللي مسكه الصبح عنده معلومات، وأكيد هيفيده وهيقوله إيه اللي بيحصل. وفعلا في اليوم اللي بعده بو راح السجن عند الثعلب وسأله هو مين، وبعدها سأله عن اللي حصل في المنجم. فساعتها بقى الثعلب بيعرفه إنه بنت مش ولد، وكمان قالت له إن اسمها زينة. وبعد ما عرفته بنفسها بدأت ترد على أسئلته، وقالت له إن اللي هجم على الناس في المنجم ما كانش تاي لونج ولا حاجة، ودي كانت سيدة التحول، وهي عبارة عن حرباية بتقدر تحول نفسها لأي شخص هي عايزاه، وكمان تاخد قوته باستخدام السحر. فابوه سأل زينة وقال لها تعرفي مكان الساحرة دي؟ فزينة قالت له أيوة، ولو خرجتني من هنا هساعدك توصل لها. وفعلا ساعتها بقى بو خرج زينة وبدأت رحلتهم لمدينة الساحرة. وعلى الجانب الآخر كل الأشرار اللي في مدينة الساحرة كانوا عاملين اجتماع،
وكانوا بيقولوا في الاجتماع ده إنهم لازم يخلصوا على الساحرة دي لأنها بتفرض عليهم ضرايب كتير ومبوظة شغلهم. بس ساعتها بقى بيتفاجئوا إن الساحرة أصلا كانت قاعدة معاهم في الاجتماع وكانت متحولة لشكل واحد منهم. وطبعا أول ما الساحرة سمعت الكلام ده اتحولت لهم لشكلها الطبيعي وقالت لهم من النهاردة الضرايب هتزيد عليهم للضعف، واللي مش عاجبه بقى هتتصرف معاه بطريقتها. فساعتها في واحد من اللي قاعدين اعترض على كلامها، وطبعا اللي عمله ده زعل الساحرة فتحولت لفيل ضخم وخوفتهم كلهم. وطبعا بعد اللي عملته ده كلهم وافقوا وهربوا من قدامها. وعلى الجانب الآخر بو وزينة وصلوا عند مطعم جنب الشط، وبو دخل المطعم ده عشان يتفق مع أي قبطان يوصلهم بالمركب بتاعه لمدينة الساحرة. بس في نفس الوقت ده زينة كانت عمالة تلف على الناس وبتسرق منهم الفلوس. وبعد لما أبوه خلص الاتفاق زينة راحت له وقالت له إنها هتعزمه على أكل كتير. ولما نزل فعلا الأكل بو كان مستغرب وسأل زينة جبت الفلوس دي كلها منين؟ فزينة مرضيتش تقوله وفضلوا يهزروا مع بعض. بس وقتها بقى بو بيخبطها وبيقع من جيبها كل الفلوس اللي سرقتها. وطبعا أول ما الناس بتشوف فلوسها بيهجموا على زينة وبيقولوا عليها حرامية. بس في الوقت ده بو بيتدخل وبيستخدم مهارات التنين عشان يبعد الناس دي كلها عنهم. وبعد لما بو بيحل المشكلة بياخد زينة وبيركبوا سفينة الراجل اللي بو اتفق معاه، وبعدها بيتحركوا في طريقهم لمدينة الساحرة. ولما كانوا في الطريق زينة قالت لبو إنها يتيمة وما عندهاش أهل، والسرقة بالنسبة لها وهي صغيرة كانت حاجة مهمة جدا عشان تعرف تاكل. بس لما كبرت بقى كانت خلاص اتعودت عليها وبقت بالنسبة لها شغلانتها. فابو نصحها وقال لها تشوف شغلانة تانية وأكيد هتكون شاطرة جدا في أي حاجة تعملها. ولما الليل جه وبو نام حلم بكابوس وشاف في الكابوس ده الساحرة الشريرة. وساعتها الساحرة قالت له إنها هتسيطر على العالم كله، وأول منطقة هتسيطر عليها بالتحديد القرية السرية اللي بيعيش فيها الباندا. فابو بعدها قام من النوم مفزوع وكان خايف من الكابوس ده. فزينة لما شافته كده هدته وقالت له إنهم خلاص هيوصلوا وهيتعاونوا هما الاتنين عشان يعرفوا يهزموا الساحرة دي وينقلوها لعالم الأرواح. وفعلا بعدها بشوية وصلوا أخيرا للمدينة. ولما زينة كانت ماشية مع أبوه عرفته إن المدينة دي هي المدينة اللي اتربت فيها، وكمان قالت له إنها حافظة كل الشوارع اللي جواها. بس بعدها أبوه شاف حراس الساحرة وهم بياخدوا ضرايب من التجار، فساعتها كان زعلان جدا ووعد زينة إنه هيخلصهم من الساحرة وشرها، لأن باللي هي بتعمله ده هتبوظ كل حاجة. وقبل ما أبوه وزينة يمشوا من المكان الشرطة وصلت وقبضوا على زينة عشان كان عليها أحكام. ولما أبوه حاول يتفاهم مع الشرطة عشان يخرج زينة الشرطة حبسوه هو كمان. فساعتها بقى زينة اتصرفت وقدرت تهرب هي وأبوه من عربية الشرطة. ولما حاولوا يطردوهم زينة وأبوه هربوا منهم ونزلوا في نفق تحت الأرض. بس المفاجأة بقى إن النفق ده كان مكان العصابات، ودول هما كمان ما كانوش طايقين زينة وكانوا عايزين يخلصوا منها. فساعتها أبوه اتكلم معاهم بالراحة وقال لهم إن هو وزينة هدفهم إنهم يخلصوا على الساحرة، والساحرة دي برضو بالنسبة لهم مشكلة وأكيد التخلص منها هيكون في مصلحة الجميع. فوقتها كلام بو أقنع العصابات وقرروا إنهم يسيبوهم فعلا عشان يكملوا خطتهم ويخلصوا على الساحرة. وبو بعدها طلب منهم إنهم يباتوا هنا للصبح لأنهم لو خرجوا دلوقتي الشرطة هتمسكهم. فالعصابات وافقت وكمان رحبوا بيهم. وفي اليوم اللي بعده بو وزينة اتحركوا عشان يوصلوا لقصر الساحرة. بس على الجانب الآخر الوزة وليه قلقوا على ابنهم جدا وقرروا هما الاتنين إنهم لازم يروحوا وراه عشان لو احتاج مساعدة يلاقيهم في ظهره. وفعلا جهزوا هما الاتنين وراحوا من نفس الطريق اللي بو مشي منه. بس المشكلة بقى لما وصلوا عند المطعم وسألوا على بو كل الناس اللي هناك اتعصبوا عليهم ومسكوا الوزة وكانوا عايزين يشووه.
بس ليه ساعتها اتدخل وحاول يبين لهم إنه قوي زي بوه وممكن يضربهم زي ما بوه عمل. وفعلا وقتها كلهم خافوا منه، وكمان في واحد منهم قال ليه إنه هياخدهم ويوصلهم لنفس المدينة اللي بوه راح لها. وبعدها فعلا الوزة وليه وصلوا لمدينة الساحرة، بس المدينة كانت بالنسبة لهم كبيرة ومليانة ناس، وما كانوش عارفين وقتها يدوروا فين ولا يسألوا مين. وعلى الجانب الآخر أخيرا بو وزينة وصلوا لقصر الساحرة، بس لما دخلوا القصر لقوه مليان حراس، ولحسن حظهم الحراس دي كانت نايمة، فبو وزينة فضلوا يتسحبوا حواليهم عشان يعدوا المنطقة اللي هم فيها. بس للأسف وقتها بو كان عايز يعطس، فزينة بسرعة حطت ايديها في مناخيره عشان ما يطلعش صوت، بس رغم كده برضه بو طلع صوت. وساعتها كل الحراس صحيوا وطلعوا يجروا ورا بو وزينة، بس بو وزينة قدروا يهربوا منهم ودخلوا لدور تاني وقفلوا عليهم. بس ساعتها في قفص وقع على بو، ولما حاول انه يكسر القفص ده معرفش، وحتى لما حاول يستخدم قوة التنين برضه معرفش. وزينة هي كمان حاولت انها تساعده بس برضه معرفتش، فبو ما كانش قدامه حل غير انه يدي لزينة عصاية التنين بتاعته عشان تحاول تستخدم قوتها وتكسر القفص. بس المفاجأة الساحرة وصلت وزينة طلعت شغالة معاها أصلا، وكل اللي زينة عملته كان بأوامر من الساحرة عشان تجيب لها العصاية. فساعتها أبوه كان مصدوم وسأل زينة ليه عملت كده، فزينة عرفته إنها كانت مشردة في الشارع وما كانتش لاقية تاكل، بس الساحرة هي الوحيدة اللي اتبنتها وعطفت عليها، ومن يومها هي دراعها اليمين. فابوه بعدها سأل الساحرة ليه أصلا عايزة توصل للعصاية مع إنها قوية جدا ومش محتاجة قوة العصاية. فالساحرة بدأت تحكيله وقالت له إنها زمان كان نفسها تكون سيدة كونج فو، بس للأسف كل المدربين كانوا شايفين حجمها صغير وما تصلحش تكون سيدة الكونج فو. ومن ساعتها بدأت تتدرب على السحر لحد ما وصلت لدرجة عالية وقدرت باستخدام السحر تحول نفسها لأي مدرب وكمان تاخد مهاراته. وبعدها الساحرة قالت لبوه إنها محتاجة العصاية دي عشان تفتح بيها عالم الأرواح وتجيب من هناك تاي لونج وكل المعلمين عشان تاخد مهاراتهم وتبقى سيدة الكونج فو فعلا. فبو لما سمع الكلام ده اتعصب جدا، ولأن طبعا مفيش طريقة يكسر بيها القفص قرر يكسر الأرض من تحته. ولما عمل كده وخرج أخيرا راح بسرعة على بلكونة القصر عشان يهرب منها، بس وقتها زينة جاتله وكانت ماسكة العصاية في ايديها، وزينة قالت له إنها حست بالذنب وجات لحد عنده عشان ترجع له العصاية بتاعته تاني. ولما أبوه صدقها وراح ياخد العصاية اكتشف إن دي الساحرة، وساعتها زقته ووقعته من فوق القصر. والساحرة افتكرت باللي هي عملته ده إنها كده خلاص خلصت من بوه، بس لحسن الحظ بوه موقعش ولحق نفسه ومسك في فرع شجرة. بس للأسف بوه ما استحملش كتير وقرر إنه يسيب إيده لأنه خلاص ما بقاش قادر. وأول لما عمل كده فعلا الوزة وليه لحقوه على آخر لحظة وعرفوا ساعتها ينقذوه وراحوا قعدوا في كهف. بس وقتها بوه كان متدمر وقال لهم إنه فعلا فاشل عشان ما قدرش يحمي العصاية بتاعته ولا هيقدر حتى يهزم الساحرة. فالوزة وليه فضلوا يشجعوه وقالوا له إنه واجه أشرار كتير أقوى منها، فأكيد لو ركز وجمع قوته هيقدر يهزمها، وكمان فهموه إن قوته مش في العصاية لأنه أصلا قبل ما ياخد العصاية دي كان قوي جدا. وطبعا بعد الكلام ده بوه ثقته رجعت في نفسه وقرر إنه يرجع تاني للساحرة وينتقم منها. وعلى الجانب الآخر الساحرة استخدمت العصاية وفتحت بيها بوابة لعالم الأرواح، وأول واحد خرجته الساحرة من العالم ده كان الشرير تاي لونج. وساعتها الساحرة طلبت منه إنه يعلمها أساليب الكونج فو ويديها جزء من قوته، بس طبعا تاي لونج رفض إنه يعمل كده وبدأ يضرب حراس الساحرة وكان عايز يوصل لها عشان يضربها هي كمان. بس للأسف الساحرة
استخدمت عليه العصاية وسحبت منه كل قوته. وبعدها بقى الساحرة كانت بتطلع واحد ورا التاني وتعمل معاهم نفس اللي عملته مع تاي لونج. وفي الوقت ده زينة كانت عمالة تتفرج على الساحرة، وأدركت وقتها إن مساعدتها ليها كانت غلط، وإن الساحرة دي شر على العالم كله. فقررت بعدها زينة إنها تمشي وتسيب الساحرة. بس أول ما عملت كده فعلا وخرجت، لقت قدامها أبوه، وكان جاي طبعا عشان ينتقم من الساحرة. بس زينة وقفته وقالت له إن الساحرة دلوقتي أقوى بكتير، وحاولت تمنعه إنه يدخل لها. بس رغم كل اللي عملته برضه أبوه كان مصر إنه يدخل. ولما زينة لقت إن مفيش حل معاه، قررت تدخل معاه تاني، والمرة دي بقى هتساعده بجد. ولما أبوه دخل القصر، لقى كل الأشرار اللي هو هزمهم في الأجزاء اللي فاتت محبوسين قدامه، والساحرة واخدة قوتهم. فساعتها بقى أبوه قلق شوية، لأن كده قوة الساحرة بقت كبيرة جدا. وقبل ما أبوه يعمل أي حاجة، الساحرة جاتله بنفسها. فأبوه طلب منها العصاية بتاعته. فالساحرة بكل استهزاء رمت له العصاية، وقالت له إنها خلاص كده ما بقاش ليها لازمة معاها. وساعتها بقى بدأت المعركة بين بو وبين الساحرة. وطبعا الساحرة كانت أقوى منه بكتير، لأنها مرة كانت بتتحول لتاي لونج، ومرة بتتحول لشين، ومرة بتتحول لكاي. وكل دول معلمين كونج فو أقوياء جدا. وكل ما بو يضرب واحد فيهم، الساحرة تتحول لواحد تاني. ولحسن حظ بو، زينة وصلت له ودخلت معاهم في المعركة عشان تحاول تساعد بو. بس في الوقت ده الساحرة اتعصبت جدا، وجمعت كل قوى الأشرار دول في شخصية واحدة. وطبعا الكائن اللي صنعته الساحرة ده كان قوي جدا، وبو وزينة ما كانوش عارفين يعملوا معاه حاجة. وبعد شوية ضرب، الساحرة اتحولت أخيرا لبو نفسه، وبدأت المعركة الأخيرة بين الساحرة وبين بو. وكان باين إن الساحرة متفوقة على بو، لأنها كانت بتضربه ضربات قوية وهو ما كانش عارف يتصدلها. وكمان للأسف في نهاية المعركة دي، الساحرة قدرت تحبس بو في قفص. والمفاجأة ساعتها بقى، بو ادى العصاية بتاعته لزينة، وقال لها إن دلوقتي جه دورها عشان تواجه الساحرة. والمفاجأة الأكبر بقى، زينة قدرت تستخدم العصاية بمهارة، وخرجت طاقة وقوة كبيرة جدا قدرت تضرب بيها الساحرة. وبعد لما عملت كده، بو خرج من القفص وقال لزينة إنه كان يقدر يخرج من الأول، بس عمل كده عشان يديها فرصة تخرج فيها كل قوتها. ولما الساحرة رجعت لهم تاني، بو قرر وقتها إنه يخلص المعركة دي، وجمع ساعتها كل قوته وضرب الساحرة بالعصاية. وباستخدام قوة العصاية قدر يرجع كل القوة للأشرار تاني. ووقتها بقى كلهم جم ووقفوا قدام بو، وتاي لونج راح لبو وقال له إنهم فخورين بيه، وكمان عرفه إن المعلم أوجواي لما اختاره زمان عشان يكون مقاتل التنين كان معاه حق. وبعدها كل الأشرار شكروا بو وأخدوا الساحرة معاهم ورجعوا تاني لعالم الأرواح بتاعهم. وكده بقى بو أخيرا خلص على الساحرة وأنقذ العالم من شرها. ولما بو وزينة نزلوا المدينة تاني، كل الناس احتفلوا بيهم لأنهم خلصوا على الشريرة وأنقذوهم من الضرايب اللي كانوا بيدفعوها ليها. وبعدها بقى بو عرض على زينة إنها ترجع معاه للصين وتبدأ هناك حياة جديدة، وكمان عرفها إنه هيدربها كونج فو وهيعلمها كل حاجة عنه. وطبعا العرض ده ما يترفضش، وزينة فعلا راحت مع بو. ولما وصلوا لساحة الكونج فو، المعلم شيفو سأل بو وقال له مين دي؟ فبو قال له إنه خلاص أخيرا اختار مقاتل التنين اللي هيكون خليفته. فشيفو فرح جدا وسأله اخترت مين؟ فبو شاور له على زينة. وطبعا وقتها شيفو اتصدم للمرة التانية. أول مرة لما المعلم أوجواي اختار بو، والمرة دي بقى لما بو اختار زينة. بس طبعا المعلم شيفو ما كانش في ايديه حاجة، ولازم قرار بو يتنفذ، والشخص اللي اختاره خلاص هيبقى مقاتل التنين. وبعدها بقى بو أخد زينة عشان يعرفها على المقاتلين الخمسة، وكمان قال لها إن دول هيبقوا الفريق بتاعها، وهم اللي هيدربوها ويعلموها
كل حاجة عن الكونج فو زي ما عملوا معاه زمان. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.